على شفايفي، اللي انبسط على دمغي، انا اللي رحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم محمد يسري، ورجعت لكم النهاردة بشرح جديد للطيران، بس المرة دي الشرح أصعب، ولو انت اتعلمته هتبقى أجمد في الطيران، في موضوع الطيران. الشرح النهاردة هيكون الطيران اليدوي. طبعا كلنا عارفين الطيران اللي بالاوتو كليكر، ونزلت طبعا الفيديو ده عليه، اللي هو اول فيديو في القناة كنت منزله عليه، وبعدها نزلت تاني الطيران الاحترافي اللي هو بنسخة السرعة. المرة دي هنزل لكم الشرح بتاع الطيران اليدوي. قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي، لو انت مش مشترك في القناة اشترك واعمل لايك للفيديو عشان يوصل كل جديد لينا. وبإذن الله هسيب لكم لينك القناة بتاعتنا على التليجرام، ولينك شات الدعم واللعب الزوجي برضو في الديسكريبشن تحت. وفي اخر الفيديو هشرح لكم مسابقة الفردي اللي هي هتكون بجوائز تصل ل12.5 مليار، واكاونت كل النرد ماكس. متنسوش الشرح ده هتلاقوه في اخر الفيديو. ويلا بينا نبدأ الشرح بتاعنا. اول حاجة الشرح بتاعنا النهاردة هيبقى على نسخة الطيران السرعة اللي هي فيها صناديق. طبعا النسخة دي مش مع ناس كتير، بس انا هسيب لكم اللينك بتاع النسخة الاصلية تحت في الديسكريبشن، وهسيب لكم برضو الاكس 8. وطبعا الطريقة بتاعت التشغيل بتاعت الاكس 8 مع النسخة دي، اللي انت يا دوبك بتثبت الاكس 8 عندك على الجهاز وبتفتح النسخة بس كده، الاكس 8 بيتفاعل تلقائي. وبرضو بتسجل بيها بطريقة فصل النت، لو انت مش عارف الطريقة هتلاقيها في الفيديو بتاع الطيران الاحترافي في الفيديو اللي فات. قبل اي حاجة، قبل ما تفكر تطير يدوي عامة، تكون قافل الاشعارات وعامل الوضع ده تمام، عشان ما يوصلكش اشعارات خالص وانت بتطير يدوي او انت بتطير عامة، عشان ما تلبسش جيم. تمام، دلوقتي احنا هنجرب الطيران اليدوي مع بعض. اول حاجة اساسيات الطيران اليدوي معتمد على سرعة ايدك انت. يعني مثلا انا دلوقتي الطيران بتاعتي انا بكون حاطط ايدي، ثانية واحدة بس اقفل الاشعارات. انا عامة ببقى حاطط ايدي هنا عند الصورة بتاعتي، والتانية بكون حاطط ايدي عند كلمة الستارت. تمام، وصبعي اللي فوق ده هو ده اللي بدوس بيه على ال3 شرط، وفي نفس الوقت بدوس بيه على كلمة ليفز، او اللي هو بيطلع بره اللعبة. زي مثلا كده، اللي هو انا بخش كده بحط ايدي على ال3 نقط ليف اوك، تاني ستارت بحط ايدي على ال3 نقط ليف اوك. كده انا طلعت من غير ما ينقص مني اي حاجة. نجاوب بس على 10 مليون ليف اوك، الفلوس زي ما هي. نفس الطريقة تاني ليف اوك، هي نفس طريقة الاوتو كليكر، بس انا هشرحها لكم بالراحة. تمام، انا دلوقتي بدوس على بحط ايدي عند ال3 شرط دول. تمام، وفي نفس الوقت بيبقى صبعي التاني عند كلمة اوك. تمام، انا بدوس على ال3 شرط وبدوس ليف، وصبعي بدوس اوك، بس الكلام ده بحاول اعمله بسرعة. تمام، اللي هو عشان ما البسي ويتخصم مني الكوينز، فانا بحاول اعمل الحوار ده بسرعة. تمام، اللي هو بعمل كده كده كده. نجربها تاني هنا، ادي 1 2 3. هو الموضوع سهل بس محتاج سرعة بالنسبة لك انت. تمام، محتاج ان انت ايديك تكون سريعة ومتعودة على الكلام ده كله. طبعا مش اي حد هيعرف يطير يدوي في البداية، لا لازم يجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، يضمن اللي هو خلاص هو اتعلم اساسيات الطيران اليدوي. والطيران اليدوي احسن من الاوتو كليكر بمراحل كتيرة جدا جدا جدا. ولو انت لبست ما بتطلعش من الجيم، انت دلوقتي لبست ما بتطلعش من الجيم، لان انت لو لبست يا اما النسخة هنجت، يا اما انت بطأت. اول ما الجيم بيبدأ اصلا كلمة كويت دي بتتلغى، اللي هي الكلمة الاخيرة اللي هي الحمرا دي اوكي، دي بتتلغى من قدامك. بتتلغى ازاي؟ بتختفي، الجيم بيكون بدأ خلاص. والاحسن ليك اللي انت تكون مشغل ده الفايبريشن. تمام، عشان لو انت مشغل الفايبريشن، لو انت لبست جيم الجهاز اللعبة بتزن، تعرف ان انت خلاص لبست جيم. غير كده لا، انا مش هلبس كده جيم.
تمام. يعني انا اهو مثلا انا هلبس نفسي جيم دلوقتي، انا دخلت اهو، دوست هنا ودوست على هيلب، تمام. بس اقدر اهو اعمل كده وكده، بس الجيم اهو بدأ في زنة حصلت، الجيم بدأ فالواقع كسب الجيم. ده بيبقى غلط من مين؟ غلط منك انت، تمام. لكن انا دلوقتي لو عملت كده اتعودت عليها خلاص، بعمل كده ليف شكرا. كده الموضوع بالنسبة لي سهل وبسيط خالص. نجربه مثلا على 50 مليون. هعمل كده ليف سهلة اهو كده ليف بوك. مثلا اللعبة مرضتش تطلعني، المرة دي، فلبست جيم هخلصه وارجع لكم تاني. بس اديني وريتكم يعني، لو حتى لو انا لبست جيم بكمله مش بطلع منه بخسر فلوسي. طيب يا شباب، وانا دلوقتي خلصت الجيم وكسبت، يعني ربنا كرمني وكسبته. المهم نكمل الشرح بتاعنا. تمام كده. يعني انت دلوقتي لو لبست في حوار الطيران، وارد ان اي حد يلبس، ما فيش حد ما بيلبس في حوار الطيران ده، زي كأن كده مفيش حد ما بيخسرش. الطيران وارد جدا ان انت تلبس فيه، وارد جدا اللي انت تلبس ايام كتير اوي في اليوم حتى وانت بتطير، تمام. بس الطيران اليدوي بيساعدك اللي انت يعني بمعنى صح كده ما تلبسش وما تخرجش زي الاوتو كليكر. يعني ساعات الاوتو كليكر بيعلق فبتلبس الجيم وبتخرج فبيتخصم منك 50 مليون وحتى ما بتكملش الجيم. لكن الطيران اليدوي مفيش فيه الكلام ده. الطيران اليدوي يا هتخرج يا هتلبس الجيم وتكمله، ولو لبسته يبقى عيب منك يا اما عيب من نسخة، وده وارد برضو يحصل. بس الاحسن ليك الطيران اليدوي عامة. انا واحد من الناس بطلت اطير باوتو كليكر ده، داخل دلوقتي في حوالي 3 شهور بطلت اطير باوتو كليكر نهائي. مفيش رانك طرت فيه باوتو كليكر. وفي الرانك ممكن مثلا البس بتاع 20 30 جيم، ممكن اكسب يعني 20 ولا 25 منهم واخسر 5. حاجة في مصلحتي اللي انا بعلي الرانك وبعلي الكوين وفي نفس الوقت ايه بطير، تمام. ده بالنسبة للطيران اليدوي. احنا كده خلصنا موضوع الطيران اليدوي. فدلوقتي احنا هنخشوا على موضوع معلش قبل ما اشرح الموضوع التاني. طبعا نسخة الطيران دي اللي فيها صناديق عامة هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، وهتلاقوا لينك الاكس 8 برضو تحت في الديسكريبشن. وطبعا النسخة بتسجل فيها بفصل نت زيها زي اي نسخة فيها سرعة. لو مش عارف الطريقة هسيب لكم لينك الطيران الاحترافي اللي كان فيه ازاي بتسجل وبتفصل نت، عشان تقدر تخش في النسخة طبيعي جدا. تاني نصيحة، لو انت شغلت سرعة وانت فاتح صندوق ما تفتحش الصندوق، لان الصندوق لما بتخلص الوقت بتاعه بابليكيشن السرعة لو فتحته بيخصم منك كاشات، حق الصندوق، تمام. ده مبدئيا ده نصيحة كده حابب انصحها لكم عشان محدش يغلط الغلطة دي ويرجع يقول الكاشات بتاعتي بتروح فين. ده مش عيب من النسخة، ده عيب منك انت، لان انت بتبقى فاتح مثلا صندوق اللي هو زي ده، تمام، وبتكون مشغل السرعة فالوقت بتاع الصندوق بيعدي اسرع، فانت لما بتفتحه كأنه ما اتفتحش بيخصم منك الكاشات عادي جدا. لكن لو انت رستارت هتلاقي الوقت بتاع الصندوق رجع تاني زي ما كان، تمام. كده خلصنا الشرح بتاعنا بتاع الطيران اليدوي. نخش طبعا بقى في المسابقة بتاعتنا. طبعا بإذن الله المسابقة هتبقى 64 فرد. الفرد التسجيل بتاعه ب250 مليون. تقدر تسجل باسمين فقط لكل شخص، يعني تقدر تسجل مثلا بيسري 1 ويسري 2 فقط، يعني ليك اسمين بس اللي انت تخش بيهم المسابقة. الجوائز بإذن الله هتبقى المركز الأول 3 مليار زائد اكاونت كل النرد ماكس. المركز التاني 2.5 مليار فقط. المركز التالت 2 مليار. ومن من المركز الرابع لحد الثامن بإذن الله هيبقى، لا أنا آسف، المركز الرابع 1.5 مليار. ومن المركز الخامس لحد الثامن هيبقى كل واحد فيهم مليار كوينز بإذن الله. يعني كده معاك المركز الأول 3 مليار والاكونت اللي هو كل نرد ماكس، تمام. الاكونت ده هدية من جيش فاميليا، او بمعنى صح من شات فاميليا، وسواء مني انا او من شيفو احنا ادمنز شات فاميليا، تمام. هيبقى المركز الاول 3 مليار و
الاكونت لكل النرد ماكس، اللي هو بيبقى كل النرد ماكس زي الاكونت بتاعي كده، سواء فريمات او نرد عادي. المركز التاني هيبقى 2.5 مليار. المركز التالت 2 مليار. المركز الرابع 1.5 مليار. ومن المركز الخامس لحد المركز الثامن هيبقى كل واحد فيهم هياخد مليار كوينز. الاشتراك ب250 مليون للفرد. يعني انت دلوقتي شاركت باسم واحد 250 مليون، شاركت باسمين هتدفع نص مليار، ملكش اكتر من اسمين. يعني تخش مثلا بيسر واحد ويسر اتنين، محمد واحد محمد اتنين كده، ده الماكس بتاعك اللي انت تسجل باكونتين فقط. تمام. المسابقة 64 فرد، هتبقى عبارة عن أول ما المسابقة تبدأ هيبقى كل 8 في مجموعة. ال8 دول هيلعبوا 7 إجيام. أكتر واحد هيجمع بوينت الجيم ب3 بوينت، يعني اللي يكسب جيم بياخد 3 بوينت. تمام. ليك اللي انت تلعب 7 إجيام، أو الأربعة الأوائل هم دول اللي هيصعدوا لدور ال32. دور ال32 بيتلعب بيست، يعني بيتلعب 3 ماتشات. تمام. يا انت عامة لو كسبت ماتشين من ال3 تصعد، لكن لو كسبت واحد واللي قدامك كسب واحد بتلعبوا ماتش فيصل. تمام، يعني جيم فيصل. تمام. ودور ال16 نفس الكلام، ودور ال8 نفس الكلام، لحد ما نحدد بإذن الله التوب 4. ومن التوب 4 بنحدد برضو أول وتاني وتالت ورابع على حسب طبعا. يعني دور ال64 ده الوحيد اللي مجموعات. بعد كده بيبقى بيست اللي هو 3 اجيام. تمام. لو كسبت جيمين تصعد. تمام كده. باذن الله هسيب لكم اللينك بتاعي في الديسكريبشن، وهسيب لكم لينك القناه بتاعتي برضو في الديسكريبشن، ولينك لينك التفاصيل بتاعه المسابقه برضو هسيبها لكم تحت في الديسكريبشن. وباذن الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.